يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا النهارده عملت الصابون الصلب بالزيت المستعمل، بس النهارده عملته بطريقه في منتهى الجمال، وقوه النظافه بتاعتها اقوى من اي صابونه تانية. تقدري تقولي كده تحذفي كل طرق الصابون الصلب وتستخدمي الصابونه اللي بالفانيش. انا النهارده الصابونه بتاعتي عملتها بكيس الفانيش، يعني بقوه ونظافه الفانيش، والنتيجه بتاعتها طالعه في منتهى الجمال. بصوا الصابونه القطعه ما شاء الله كبيره ازاي، ده كله كده معمول بكيلو واحد من الزيت او بلتر واحد من الزيت المستعمل. الزيت المستعمل مكان الآلية والاكل بتاع رمضان كله، والنتيجه بتاعته والرغوه في منتهى الجمال اهي. طبعا انا كنت مجربه الصابونه في الفيديو، وان شاء الله هتدخلوا الفيديو هتشوفوا النتيجه وهتشوفوا ازاي طلعنا الرغوه دي من الصابونه بحته صغيره قوي قوي قوي. يعني مجرد ما لمست الصابونه بالليفه طلعت معايا الرغوه دي كده كلها. بجد صابونه ممتازه، وانا بقول لكم بقوه ولمعان ونظافه الفانيش. بصوا الرغوه عامله ازاي، بجد مش قادرة اوصف الجمال بتاعها. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الطريقة والمكونات اللي انا عملت بيها الصابونة الفانيش بتاعتي النهاردة عبارة عن ايه، وطريقة التحضير والعمايل بتاعتها كانت ازاي. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جبارة. هنعمل مع بعض الصابون الصلب بقوة ولمعان ونظافة الفانيش. هعمل معاكم النهاردة الصابونة بالزيت المستعمل، بس النهاردة هضيف ليها مكون سحري. بجد الفانيش هيطلع معاكي احلى صابونة ممكن تستخدميها في تنظيف الألمونيا والأطباق والكوبايات وكل حاجة عندك في المطبخ. تعالوا كده نسمي الله ونشوف المكونات اللي معايا عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نشوف المكونات اللي معايا عبارة عن ايه. انا عندي هنا اول حاجة 4 معالق كبار من الزهرة البيضاء، وعندي كمان 4 معالق كبار من الكربوناتو، وعندي معلقتين كبار من السكر، وعندي معلقة كبيرة من ملح الليمون، وعندي كوباية مليانة من الصابون السائل أي نوع صابون سائل عندك، وعندي نص كوباية من الكلور، وكوباية مية، وربع كيلو من الصودا الكاوية او البوتاس. طبعا ده احنا بنجيبه من محل المسامير والبويات، متوفر جدا عندهم. وعندي المكون الاساسي معايا كيس الفانيش. طبعا كلنا عارفين الفانيش وعارفين النظافة واللمعان بتاعه بيبقى عامل ازاي. طبعا بنستعمله في الهدوم في الملابس للبقع والحاجات دي، يعني قوة النظافة بتاعته عالية قوي. فالصابونة بتاعتي النهاردة بجد ممتازة. انا عندي اول حاجة هنا ربع كيلو من الصودا الكاوية. هبتدي ان انا انزل بيها وعليها كوباية المية. واهم حاجة في الخطوة دي ان انت تبعدي نفسك وانت بتدوبي البطاس بتاعي في المية، عشان طبعا بتطلع ابخرة. وطبعا لا قدر الله لا قدر الله لو عندك حساسية في الصدر يبقى ما ينفعش الوصفة دي تعمليها، عشان نعمل حاجة ما نأذيش طبعا بيها نفسنا. تقلبي طبعا الصودا الكاوية في كوباية المية. بس اهم حاجة زي ما قلتلك ان انت يكون نفسك بعيد عنها، يا اما فاتحة الشفاط او فاتحة اي الشباك مثلا في المطبخ. يعني بكلامي ان انا عايزة يبقى ايه في تهوية في المطبخ. وعندي هنا بقى كيلو الزيت بتاعي. طبعا الزيت ده طبعا بتاع رمضان، مطرح بقى السمك ومطرح الستريبس ومطرح البانيه. انا صراحة كله حوشته لغاية ما كونت كده لتر معايا عشان اعمل بيه الوصفة الحلوة دي. طبعا صفيته هنا باصغر مصفى عندي في المطبخ. وطبعا عندي هنا طبعا الصودا الكاوية سبتها لغاية ما بردت خالص، ورحت نازلة نازلة بيها على الزيت بتاعي. واهم حاجة في الصابونة عشان تطلع معاكي كويسة وناجحة التقليب المستمر. الصابونة بتاعتي النهاردة مبنية على التقليب المستمر فيها، وكل مكون هنزله على الزيت لازم اقلبه جامد جدا.
انا هنا نزلت بالزهرة البيضة وبقلب. كل خطوة وكل مكون لازم التقليب المستمر عشان تطلع معاكي نتيجة مضمونة ونتيجة ناجحة، والصابونة تطلع متصلبة معاكي على طول ما تدوخكيش. وطبعا بعد كده نزلت باربع معالق الكربوناتو. طبعا احنا عارفين الكربوناتو اللي هو يعني ايه بينظف كويس ومادة حلوة في التنظيف. وبعد كده رحت نازله باقي المكونات معايا، معلقتين السكر عشان تعلي رغوة الصابونة معايا، وطبعا معلقة ملح الليمون عشان يربط معايا الصابونة وكمان يزود النظافة بتاعتي. ورحت نازله بقى هنا بنص كوبايه الكلور، وبعد كده هنزل بكوبايه الصابون السائل. كل مكون بنزله اهم حاجه لازم التقليب المستمر. طبعا الصابون السائل اي نوع صابون عندك بتستخدميه. وعندي هنا معلقه كبيره من الجليسرين عشان بس الصابونه ما يعني في مننا بيبقى عنده حساسيه من المنظفات والحاجات دي، فمعلقه الجليسرين عشان ما تتعبناش لو في حساسيه عندنا ولا حاجه. طبعا بصي انا بقلب تقليب مستمر، وطبعا المضرب ده مش جاي معايا. هستعمل دلوقتي الهاند بلندر، بس قبل ما استعمل الهاند بلندر المكون الاساسي معايا اللي نزلت بيه النهارده واللي الصابونه بتاعتي مبنيه عليه كيس الفانش. نزلت بكيس الفانش بتاعي سواء بودر او جل، يعني في كيس بيبقى فيه بودر وبيبقى فيه منه جل، اي حاجه متوفره عندك وقدامك. التقليب المستمر اهم حاجة. انا عندي هنا دلوقتي هشيل المضرب السلك وهستعمل الهاند بلندر. لو انت متوفر عندك الهاند بلندر هيوفر معاكي وهيسهل معاكي الخطوة بتاعة التقليب. لو مش متوفر عندك الهاند بلندر ممكن تستعملي الصابونة بتاعتك النهاردة في الخلاط. هتاخدي الخليط ده كله وتضربيه ضربة حلوة قوي في الخلاط. انا هنا استعملت الهاند بلندر، قعدت اضرب فيه طبعا بتاع 10 دقايق ربع ساعة كده. وهنا طبعا بعد ما ضربته بس الجزء ده اتحذف مني من على التليفون. كل اللي انا عملته ان انا جبت الصينيه الالومنيا بتاعتي ورحت مبطناها بكيس من النايلون بس يكون تقيل شويه، عشان طبعا الصابونه بتاعتي فيها صودا قويه ما تتفاعلش مع الالومنيا وتبوظ لي الصينيه. ورحت نازله بالخليط بتاعي وسبته في الصينيه كده لمده 3 ساعات. هنا الصابونه بتاعتي بعد 3 ساعات، الكلام ده انا كنت عاملاه بالليل، فكان لازم عندي ان انا اقطع الصابونه بتاعتي عشان ما ينفعش ان انا اسيبها طبعا وانام. هقوم الصبح الاقي الصابونه متصلبه هتدوخني في التقطيع بتاعها. فانا حبيت ان انا اقطعها بالليل واسيبها كده تتهوى لغايه تاني يوم، عشان بس ما تتعبنيش وانا بقطعها. حتى هتلاحظوا ان الصابونه بتاعتي لسه طريه شويه. هنا كان عدى عليها مثلا ساعتين او 3 ساعات. بصوا قطعة الصابونة طبعا اللي انا مقطعاها، بصوا القطعة عاملة ازاي. طبعا ده كيلو او لتر واحد من الصابون من الزيت المستعمل عمل لي ما شاء الله يعني كمية صابون حلو قوي، يعني ممكن تمشيكي مثلا قولي شهرين في المطبخ. بصوا القطعة كبيرة ازاي. طبعا التقطيعة دي على حسب راحتك. انا هنا مقطعة قطعة الصابون كبيرة شوية، انت حضرتك ممكن تقطعيه طبعا اصغر من كده. كل اللي انا عملته ان انا قطعت الصابونة ووقفتها كده على سيفها، ورحت سايباها بقى من بالليل لغاية تاني يوم بالليل. الصابونة كانت مسكت نفسها معايا، وطبعا بقت جاهزة معايا ان انا يعني ابتدي ان انا استخدمها. في ناس بتسيبها 40 يوم. انا صراحة الصابون بتاعي انا مش بصبر عليه، انا بعمله وبستخدمه على طول. هنا طبعا انا سبته بقى لتاني يوم على الرخامة لغاية ما تهوى معاكم. بصوا هنا يعتبر مسكت نفسها الصابونة بتاعتي، وما شاء الله بصوا قطعة الصابونة بتاعتي عاملة ازاي. بجد ما شاء الله الصابونة دي بجد اتمناكم تجربوا الوصفة دي. صابونة الفانيش بجد تحفة. انا مش هقول لكم على وصفة غير باذن الله لما اكون واثقة منها. يبقى حرام عليا ان انا اكلفكم حاجة طبعا كل مكون فيها طبعا الزيت المستعمل من البيت، لكن بقية المكونات انا شارياها. حرام عليا ان انا اكلفكم حاجة وهي تبقى الوصفة مش مظبوطة. هنا طبعا الصابونة كانت مسكت نفسها وبقت صلبة وبقت زي الفل معايا.
كل اللي انا هعمله دلوقتي هجيب بقى حبة مية كده من الحنفية، ونشوف بقى اوريكم الرغوة بتاعة الصابونة عاملة ازاي. انا عندي هنا مية من الحنفية، وعندي الليفة طبعا نظيفة. كل اللي انا عملته بس هاخد بس يعني بصوا انا مشيت كده الصابونة على الليفة، وبصوا دلوقتي بقى الرغوة بتاعتها عاملة ازاي. بصوا جمال الرغوة، يعني لمجرد بس ان انا مشيت الصابونة على الليفة بصوا طلعت معايا رغوة ازاي. وكمان دلوقتي بقى هوريكم كده ايه عملي. انا كنت عاملة بقى كوباية نسكافيه كده، وسبت الكوباية عشان والله اجربها معاكم اهو. طبعا انا خدت هنا الليفة وبغسل بيها الكوباية، بصوا الرغوة بتاعتها عاملة ازاي، بجد مطلعة. بصوا تحفة، يعني انا مش هقول غير اتمناكم تجربوها بكل ثقة وبكل امانة، جربوها وعلى ضمانتي. بصوا هنا بعد ما غسلت الكوباية بصوا لمعان الكوباية عامل ازاي. والله العظيم 3 من احلى واجمل انواع الصابون الصلب اللي انا عملته. صابونة الفانيش بجد تحفة، خلت الكوبايات معايا بتبرق، بجد بتبرق. اتمناكم فعلا تجربوها بنفس الطريقة، وتمشوا على نفس المكونات ونفس الطريقة، هتطلع معاكم احلى ما طلعت من معايا كمان مليون الف مرة. بص الرغوة بتاعتها عاملة ازاي، وبص النظافة بتاعتها عاملة ازاي. بجد الوصفة ممتازة، الوصفة مضمونة مليون في المية. جربوها وعلى ضمانتي، انا مش هقولكوا على حاجة وهي وحشة. ودي كده كانت نهاية الفيديو بتاعي. اتمنى الوصفة بتاعتي النهاردة تعجبكم، واتمنى الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم. ما تنسوش بقى الفيديو لو عجبكم اللايك الحلو بتاعكم، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اول باول. نتقابل الفيديو جاي على خير ان شاء الله في وصفة كده سهلة وبسيطة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، اتمنى لكم كل الخير والسعادة والهنا وراحة البال. اقول لكم حبايبي تصبحوا على الف خير، واتمناكم تجربوا وصفة الصابون الصلب من الزيت المستعمل بقوة ونظافة ولمعان الفانيش. بجد الطريقة والوصفة دي ممتازة، اتمناكم تجربوها وفعلا على ضمانتي. السلام عليكم.